في بيت من البيوت الجميلة اللي بتطل على بحر اسكندرية، تبدأ تتسلسل خيوط الشمس وتدخل جوه أوضة لنبدأ يوم جديد. الأوضة دي يبان عليها إنه هي أوضة شاب، لكن هي أوضة بنت مش شاب أبدا. كانت معظم ألوان الأوضة باللون الأسود، وفي اللون الأبيض بسيط جدا فيها ليضرب المنبه، وبتقوم بطلتنا من النوم على صوت المنبه المزعج وتقوم تقفله بعيون نايمة خالص. تقوم من على سريرها تدخل الحمام، تاخد دش بارد وتطلع تصلي وتبدأ تجهز عشان تروح شغلها. وبعد ما تصلي صلاتها وتلبس لبسها، تقف نور قدام المراية بكل نفس راضية. هي بصت لنفسها في المراية وهي راضية جدا على نفسها وعلى حياتها. وبعدين تنزل تحت علشان تفطر مع أسرتها اللي هنتعرف عليهم مع بعض. تنزل نور وتبوس ايدين باباها ومامتها. عبد الله الهلالي ده الأب، لواء سابق، مريض بمرض القلب، طلع على المعاش بعد ما اتصاب إصابة خطيرة وأثرت عليه. عنده 51 سنة، أب حنون جدا وبيحب ولاده جدا. أما بقى عن الأم فهي سمر، ربة منزل، عندها 51 سنة وبتحب ولادها جدا. علي عبد الله الهلالي دكتور جراحة مشهور وشاطر جدا في شغله، بيشتغل في مستشفى مشهورة جدا. عنده 28 سنة وبيحب يلعب كرة سلة. نور عبد الله الهلالي ضابط برتبة قائد. شخصيتها مختلفة، فأوقات بتبقى عصبية وأوقات بتبقى باردة وهادية قوي. بتحب دايما تكون مختلفة، ما تكونش عادية. ليها طرق مختلفة في حل المشاكل بتاعتها بطرق مجنونة. شعرها لونه كستنائي وعينيها خضرة طويلة وجسمها حلو. عندها 27 سنة وبتحب البوكسينج والألعاب القتالية. صباح الخير على أحلى ناس في الدنيا دي كلها. صباح النور يا نور. ايه ده؟ هو انت صحيتي لوحدك ولا حد صحاكي؟ مش معقولة تكوني صحيتي. لا يا ماما، صحيت لوحدي. هو المنبه بيخلي حد يصحوش؟ ده حتى بيفضل يضرب لغاية ما اوصل الشغل. كمان انا صحيت على ريحة اكلك يا سوسو، دي مجنناني يا بكاشة. ماشي يا ستي، انا هقوم اعمل لك الشاي واكمل بقية الاكل. صباح الخير يا سيادة اللواء، مالك سرحان كده في ايه؟ ما تطمني. صباح النور يا سيادة الرائد. قال قولي لي يا نور، هو انت مش ناوية تبعدي بقى عن المهام القتالية دي؟ بس يا بابا ما تقاطعنيش يا نور، كل مهمة بتعمليها بتنجحي وتقدري تنجحي وتبقي احسن، بس انا خايف عليكي. على فكرة يا بابا، انا الرائد نور عبد الله الهلالي، بنت اللواء السابق عبد الله الهلالي. مش معنى ان انا بنت اني ما اقدرش اشتغل اللي انا حباه وعاوزاه، وكمان مش معنى اني بنجح ان انا هفضل هنجح دايما يعني. وانا عارفه كده كويس. كفايه ان الناس بتخاف لما تسمع اسمي، وانا عاهدت نفسي ان انا هفضل احمي البلد دي. اوف يا نور. ماشي يا نور، براحتك، بس خلي بالك من نفسك يا نور. ماشي خلاص يا ابو حجيج. ايه؟ ابو حجيج؟ انتي بقيتي كده من امتى يا بت؟ قومي امشي من وشي، قومي. ايه يا بابا، بهزر معاك. ما بتهزرش يا بابا، في ايه؟ لا بهزر يا تتي، بس يلا قومي بس صحي البلوه اللي فوق ده. يا نور اوعي تعملي العمايل بتاعت كل يوم دي يا نور، ده مستحلفلك وحلفلك والله ما هيسيبك. قامت نور بابتسامه بريئه والثواني اتحولت لابتسامه خبيثه، وقامت وطلعت عند اوضه اخوها، الاوضه اللي كانت كلها ضلمه. دخلت بالراحه وعلى طراطيف صوابعها، راحت جنب اخوها المسكين اللي كل يوم بيقوم على خضة شكل، وقربت جنب ودنه بهدوء تام وقامت مصرخة بصوت عالي جوه ودنه. ايه في ايه؟ ايه؟ مين مات؟ زلزال؟ مين مات؟ في ايه؟ مين؟ قامت تجري نور من جنبه ووقفت بعيدة عنه علشان ما يقوم لهاش، وقالت له لا مش قادرة يا علوة، لازم تقوم تشوف شكلك يا علوة عامل ازاي. انت طلعت مسخرة يا علوة، مسخرة. هو انا مش 100 مرة اقولك ما تدخليش عليا الأوضة اصلا؟ انتي بتدخلي ليه؟ هردلك المقلب ده يا نور، وهيبقى اكتر منك بكتير. طيب لما نشوف امتى بقى هتعمل المقلب ده. ايه يا علوة، بهزر معاك، ما بتهزرش يا اخي. يلا بقى قوم، مستنيينك تحت على الفطار، ما تتاخرش بقى لحسن والله بص هناكل من غيرك. وقامت تجري نور بره الأوضة، وعلي باصص لها، فهو مش عارف يعمل لها ايه. كل يوم يقوم على المقلب زي كده في مكان تاني، في أوضة غريبة
برضه كلها اسود في اسود، بس المرة دي أوضة الشاب يقوم أعلى صوت المنبه ويصحى يقفله، ويقوم الشخص مفتول العضلات يصحى من النوم ويروح على الحمام وياخد شاور ويلبس هدوم الشغل بتاعته. فهو أدهم سليمان الهواري، ضابط برتبة مقدم، أوقات عادي وأوقات عصبي، عنده ذكاء جدا، صارم قوي في شغله. سمع صوت فعرف إن زين وحازم بيتخانقوا كالعادة. دخل المكتب وقعد على المكتب وهم وقفوا قدامه وقال لهم باستغراب: ممكن أعرف بتتخانقوا ليه على الصبح؟ الباشا رايح يسيب لي القضية اللي معاه وياخد قضية جديدة ومش عايز يكمل القديمة. شفت انت كده يعني؟ اعمل له ايه يعني؟ ما بيسمعش الكلام. يوه، يلا بقى كل واحد على مكتبه ويلا نشوف شغلنا يا باشوات. منك ليه؟ اتفضلوا يلا كل واحد يشوف شغله. وفي مكتب تاني يبان عليه الحزم والقوة، يكون قاعد شخص وبيتكلم في التليفون، وبعد ما يخلص مكالمة يدوس على الزرار فيدخل العسكري وهو منضبط جدا ويقدم التحية العسكرية: بقولك ايه يا ابني، ابعتلي المقدم ادهم ومقدم زين ومقدم حازم بسرعة، خليهم يجولي دلوقتي. حاضر يا فندم. تأمرني بحاجة تانية؟ خرج العسكري ونده لهم، واول ما دخلوا قدموا التحية العسكرية: ايوه يا فندم. خير خير خير، اتفضلوا اقعدوا. انا جمعتكم النهاردة علشان عاوزكم في حاجة مهمة جدا. خير يا فندم، قلقتنا، في ايه؟ انا جالي اوامر من جهات عليا ان في عصابة بتعمل اعمال غير مشروعة. العصابة دي خطيرة جدا ومحدش عارف يمسك عليهم اي حاجة. العصابة دي حويطة ومش بيسيبوا وراهم اي اثار. القضية دي قضية قديمة لكن للأسف محدش عارف يمسكهم، مش عارفين مين زعيمهم. المهم دي لازم تكون سرية، حتى اهلنا ما يعرفوش حاجة عن الموضوع ده. انا اخترتكم عشان انتوا من اكفأ الضباط عندي وعارف ان انتوا تقدروا تقدموا المهمة دي كويس قوي. المهم تبقى سرية. شكرا على ثقتك يا فندم طبعا، وان شاء الله احنا نبقى عند الثقة دي. بس هو مين زعيمها يا فندم؟ ولا مش معروف؟ ايوه، احنا فعلا ما نعرفش مين لغاية دلوقتي. انا عندي مصادري واول ما اعرف اي حاجة بخصوص الموضوع ده هقول لكم على طول. انتوا لازم تعملوا خطة وتشتغلوا عليها عشان تقدروا توقعوا افراد العصابة واهمهم رئيسها. دي مهمتكم، تقبضوا عليهم. وغير كده انتوا هيبقى معاكم زملاء تانيين هتتعرفوا عليهم بكرة، هتشتغلوا مع بعض في القضية دي ان شاء الله. بكرة هعرفكم عليهم بالظبط الزملاء دول. حد عاوز يستفسر على حاجة دلوقتي؟ زملاء؟ زملاء ليه يا فندم؟ زملاء ازاي سعادتك؟ انت عارف ان احنا بنشتغل مع بعضينا هنا ومش بنشتغل مع حد. نقدر نعمل العملية دي لوحدنا، ايه لازمتها بقى بزملاء؟ انا عارف كده، لكن العصابة دي لازم فريق وفريق كبير، هتتعاونوا مع بعض عشان نحاوطهم من جميع الاتجاهات. زملائكم هيبقى ليهم دور زي ما انتوا هيبقى ليكم دور، يعني انتوا كلكم هتكملوا بعض ان شاء الله. بس يا فندم احنا عمرنا ما دخلنا حد فريقنا، هنشتغل ازاي يعني مع بعض؟ هتشتغلوا مع بعض عادي وهتعملوا خطة وهتنفذوها عادي جدا، ما تقلقش، هنظبط كل حاجة مع بعض بكرة ان شاء الله. مش عايز مناقشة في الموضوع ده، كله على مكتبكم واقول لكم ان هي سرية تامة. قاموا وعملوا التحية العسكرية وراحوا على مكتبهم، واللي قعد زين وحازم على الكنبة، لكن أدهم كان متوتر ومتضايق. زملاء؟ يعني ايه زملاء؟ انا اشتغل مع زملاء؟ يا عم اهدى، خيلتنا في ايه مالك؟ اقعد عشان نعرف نفكر بقى. نفكر في ايه؟ نفكر ازاي هنشتغل مع الزملاء؟ لا، هنفكر ازاي نطفش الزملاء وازاي نندمهم ان هم اشتغلوا معانا. يا عم ده تلاقيهم 2 3 خيبانين. ايوه، يبقى احنا لازم نشوفهم في الاجتماع الاول، نحاول نستفزهم ونضايقهم ونخليهم يتضايقوا ومش عايزين يشتغلوا. هيا يا سي ادهم، استريحت كده؟ ناوي نطفشهم لك يا عم. تمام. وانا بقى مش هخليهم يكرهوا اليوم اللي يشتغلوا فيه، انا هخليهم يكرهوا اليوم اللي وافقوا فيه على المهمة دي. لا، انا هخليهم يكرهوا اليوم اللي دخلوا فيه كلية الشرطة اصلا. خلاص يا عم اتفقنا، قوموا بقى بينا كل واحد يكمل شغله عشان ما يبقاش عندنا شغل متراكم ونبقى فاضيين لهم. قام ادهم قعد على مكتبه وطلع الشغل اللي وراه، وبعد كام ساعة بص في ساعته لقى الساعة بقت 3. قام قايل لهم: يلا يلا بينا يا شباب، الساعة بقت 3، يلا عشان نروح نتغدى مع بعضينا.
صحيح عرفتي اللي حصل؟ ايه هو اللي حصل؟ مالك قلقتيني؟ النهارده يا ستي في عائلات كتير جت بلغت عن حالات اختطاف بنفس الطريقة اللي حصلت قبل كده بتاعت كل قضية. يعني البنت تنزل الشارع من هنا وتتخطف من هنا، ولا حد بقى يشوفها وهي بتتخطف، ولا حتى كاميرا مراقبة واحدة. وسام جت ترد على نور، لكن قطعها صوت خبط على الباب ودخل الشاويش وقدم ليهم التحية العسكرية. سيادة اللواء عاوزكم في مكتبه دلوقتي حالا يا بشوات، بعد إذنكم. دخلت نور ووسام المكتب بتاع اللواء، ولقى اللواء قاعد في انتظارهم على مكتبه، وقال لهم اتفضلوا اقعدوا. قعدت نور ووسام قدامه وفضلوا مركزين في كلامه، واللي قاله: بصوا، انا جمعتكم النهارده عشان انتوا من اكفأ الضباط اللي عندي هنا، غير ان انا عارف ان انتوا اذكياء وكل مهمة بتعملوها بذكاء ومختلفة عن اللي قبلها. فانا عاوزكم في مهمة سرية. المهمة دي العصابة بتاعت المرة دي عبيطة جدا وبتشتغل بتكنيك عالي. يا ترى يا فندم القضية دي لها علاقة بقواضي الخطف والحاجات اللي بتحصل اليومين دول اللي احنا ما نعرفش مين اللي بيرتكبها، ولا دي مختلفة؟ ليه لا يا سيادة الرائد، احنا شاكين، بس زي ما قلتي احنا ما نعرفش. فانا عندي مصادري، واول ما نعرف اي معلومة هقول لكم عليها. اما دوركم بقى ان انتوا تستخدموا ذكائكم في التخطيط ان انتوا توقعوا العصابة دي والقبض على زعيمهم. وكمان يا شباب، المهمة دي خطيرة وسرية، مش عايز حد من اهاليكم يعرف اي حاجة، والا هيكون خطر عليكم، فاهميني؟ فدي مهمة سرية وعاوزكم توروني فيها مهاراتكم بجد. تمام يا فندم، مفيش مشكلة. هنبدأ امتى ان شاء الله؟ مش هتبدأوا لوحدكم، هيكون معاكم زملاء هتتعرفوا عليهم بكرة ان شاء الله، وهتعرفوا الباقي برضه بكرة ان شاء الله. إيه زملاء؟ زملاء ازاي يا فندم؟ وحضرتك عارف ان انا والرائد وسام بنشتغل لوحدينا، ومش بنحب اصلا نشتغل غير لوحدينا، وما بنحبش نعرف حد على شغلنا او حتى نعرفهم بنفكر في ايه. ازاي نشتغل مع زملاء؟ فزملاء ازاي يعني؟ ما المهمة دي لازم يكون فيها اعضاء كتير علشان نقدر نوقع العصابة. فهمتي يا سيادة الرائد؟ فلازم زملاء معاكم طبعا، والا المهمة مش هتنفع تتنفذ. ايوه يا فندم، بس من امتى وانا بشتغل مع حد؟ ما انا بطلع كل مهماتي وبتنجح، هو انا امتى فشلت؟ بصي يا سيادة الرائد، انا لما اخترتك انتي وسيادة الرائد وسام اخترتكوا عشان انا عارف ان انتوا من اكفأ الضباط هنا، وكمان العصابة محتاجة فريق كبير، فانتوا والزملاء هتبقوا الفريق الكبير ده، وتقدروا تعملوا خطة مع بعض ان انتوا توقعوا العصابة دي في اسرع وقت. تمام يا فندم، فهمنا قصد حضرتك. في حاجة تانية؟ وسام بصت للنور بتحاول تهديها، ونور بتبصلها بصت عتاب. لا يا سيادة الرائد، تقدروا دلوقتي تتفضلوا، ومش محتاجة اقول لكم ان المهمة دي سرية ومحدش يعرف عنها حاجة خالص، وخصوصا اهاليكم، والا هيكون في خطر على حياتكم. وما تنسوش بكرة ميعاد الاجتماع عشان تتعرفوا على الزملاء الجداد اللي هيشتغلوا معاكم. قاموا البنات وأدوا التحية العسكرية وخرجوا من المكتب، راحوا على مكتبهم. نور كانت رايحة جاية في الأوضة ومش راضية تقعد أبدا. بقى أنا الرائد نور عبد الله الهلالي تشتغل مع زملاء؟ تشتغل مع حد يمشي عليا أوامره؟ والكبيرة انتي يا وسام تسكتي وتقولي تمام وحاضر يا فندم؟ انتي يا وسام؟ انا مش مصدقة نفسي، انا هشتغل مع زملاء وانتي عادي كده موافقة كده ان احنا نشتغل مع زملاء؟ هو احنا بنشتغل مع حد؟ اولا اقعدي بقى، خيلتيني بجد. ثانيا مش احنا برضو ممكن نمشي على خطتهم قدامهم، لكن من وراهم نمشي زي ما احنا عاوزين ومخططين. نمشي بقى بطريقة تفكيرنا احنا، وكده نكون عاملين خطتين، واحدة لينا وبشغلنا، وواحدة مع الفريق اللي هم مختارينه وعايزين يضيفونا فيه. يعني احنا هنشتغل معاهم عادي، بس ما هم ما يعرفوش الخطة بتاعتنا خالص. بصي انا موافقة، بس برضه هنقول لسيادة اللواء على الخطة عشان اي احتمالية تحصل، يعني زي كل مرة لازم نؤمن نفسنا. ومين قال بس يا حبيبتي ان احنا مش هنقوله عشان يبقى متابعنا، بس ممكن بقى نخلص الشغل اللي في ايدينا ده عشان ما نبقاش منشغلين بقضايا تانية واي حاجة سايبينها ورانا. حبيبتي يا هسام والله، بس عارفة انا كنت قربت اصدق ان انتي موافقة، تصدق ان احنا هنشتغل شغل طبيعي مفهوش جنان كده ولا خططنا اللي بنقعد نخططها مع بعض.
طبعا يا حبيبتي، هو احنا نبقى من اكفأ الضباط غير لو اشتغلنا بخططنا المجنونة دي؟ ينفع نشتغل هاديين يعني؟ لا طبعا، محدش هيوقفنا بخططنا المجنونة. قعدت كل من وسام ونور على مكتبهم وقعدوا يشتغلوا بجد. وبعد ساعات من الشغل بدأوا يخلصوا البنات، ووسام قالت: يا أخيرا خلصنا، طب يلا بقى عشان نستعد لبكرة، قومي بينا. قامت نور ووسام وكل واحدة روحت على بيتها، وكذلك الشباب روحوا البيت، اتعشوا وناموا على طول وهو دماغهم شغالة. يا ترى هيحصل ايه بكرة؟ يا ترى الزملاء دول شكلهم ايه؟ وهيعملوا معاهم ايه؟ كل فريق كان بيفكر ازاي هيندم الفريق التاني ان هو فكر يخش معاه في المهمة دي ويخليه يمشي ويسيب المهمة. والصبح صحيت نور وقامت من على سريرها ولبست هدومها زي عادتها كل يوم ونزلت عشان تفطر مع أهلها. وكذلك أدهم صحي من النوم ونزل عشان يفطر، اللي لقى عيلته متجمعة كلهم على السفرة، فيقول لهم السلام ويردوا عليه. فمامته تقول له: أدهم اعمل حسابك، انت لازم تيجي تتغدى النهاردة، وابقى هات معاك حازم وزين يتغدوا معانا. تمام، هنستناك. بصي مش هينفع النهارده خالص يا ماما علشان ورانا حاجات ما تكملش، انا قلت اللي عندي خلاص. عندكم شغل يا سيدي، ابقوا تعالوا اتغدوا وبعد كده روحوا كملوا الشغل بتاعكوا ده. وبعدين يا ابني انت بتاكلش معانا غير الفطار ومش بتتعشى، واصلا نادر لما بتفطر. بس حاضر حاضر يا ماما، استأذن بقى انا عشان متأخر ممكن. وصل ادهم الشغل ودخل سلم على زين وحازم وطلبهم اللواء على مكتبه عشان يروحوا اوضه الاجتماعات. دخلوا الشباب وقعدوا، وفجأة الباب خبط ودخلت عليهم بنتين زي القمر لابسين البدلة زيهم. فاستغربوا الشباب وبصوا لهم باستغراب. الشباب فضلوا مستغربين، هو في ايه؟ انتوا جايين هنا ليه؟ مساء الخير، انا الرائد وسام المحمدي، ودي زميلتي الرائد نور الهلالي. تمام، اتفضلوا اقعدوا، هنشرح دلوقتي تفاصيل المهمة كاملة. راح اللواء كل التفاصيل المهمة وبعدين قال لهم: في حد عنده سؤال يتفضل يسأل. اه يا فندم، معلش دور كل واحد فينا ايه؟ ادهم هو القائد بتاعكم وهو اللي هيوجهكم بالظبط. والله يا فندم انا شايف ان احنا ما نعرضش البنات للخطر في المهمة دي، وانا وفريقي نقدر نقوم بالمهمة كلها، يعني نشيلها كلها لوحدنا. اسمع يا ادهم، انا اخترتكم في المهمة دي عشان انتوا كلكم من اكفأ الضباط اللي عندي، وعارف ان انتوا هتكونوا فريق كويس، فمش عاوز نقاش في الوضع ده. المهمة دي محتاجة ذكاء وسرعة بديهة، وانا متأكد ان تعاونكم هينجح المهمة. يا ريت تكونوا فاهميني. مع احترامي لحضرتك، بس مش هتبقى المهمة دي صعبة على البنات شويتين؟ دول بنات برضو، وانا شايف كده. علميا البنت بتتحمل الوجع اكتر من الراجل 10 مرات، عندهم قوة تحمل وصبر. تمام كده، محدش عنده اي اسئلة وتقدروا تتفضلوا على مكاتبكم حالا. صحيح، الرائد نور والرائد وسام هيتنقلوا لمكتبكم وهيقعدوا معاكم. قاموا الفريقين وخرجوا بره مكتب اللواء وراحوا على مكتب الشباب، ولسه كل منهم بيفكر ازاي هيطفش التاني. ولما دخلوا المكتب: اهو اتفضلوا، نقلوا مكان المكاتب كمان. الأوضة هنا ضيقة مش هتكفينا، احنا نروح أوضة تانية تكفينا كلنا بمكاتبنا دي. ومين قال ان احنا هنسيب مكاتبنا؟ طبيعي المكتب يكون صغير بالنسبة لاستخداماتكم. والله احنا كده كده لازم نكون في مكتب أوسع عشان لازم نكون مع بعض، عشان ده مش بمزاجنا، ده أمر من اللواء ولازم يتنفذ. والله أنا مستبشر، إذا كان مكتب ومش قادرين نتفق عليه، أمال بقى المهمة وخطتها هنعمل فيها ايه؟ والله أنا والرائد وسام ما عندناش أي مشكلة، ما عندناش مشكلة نبقى في أوضة تانية، بس اللواء قال لازم نبقى فريق ونقعد مع بعضينا. ايه ده، هي البنات بتعرف تتفق كده وبيعجبها العجب اصلا؟ والله البنات بتعرف تعمل كل حاجة زيها زي الرجالة بالظبط. والله لو كلامك ده صح كنت رديته بالامر الواقع وقعدتوا مع بعضينا ينوموا في نفس المكتب. يوه، مش هنقول تاني بقى ان ده مش بايدينا؟ بايدينا مش بايدينا، هتفهموا امتى بقى؟ نعمل لك ايه يعني؟ صوتك ما يعلاش، احنا مش في بيت ابوك احنا عشان تزعقلنا، انت فاهمة؟
مالكش تتكلم معايا كده ولا بالطريقة دي، ودي أول وآخر مرة أسمح لك تتعدى حدودك معايا يا سيدة المقدم، أنت فاهم؟ وسام قالت آخر كلمتين وهي بتصرخ. اتخض الشباب منها وطلعت تجري بره الأوضة، واللي خرجت وراها نور بسرعة ورزعت الباب. كل ده والشباب واقفين ومش فاهمين حاجة ولا ايه اللي حصل عشان تقلب قوي كده. هو في ايه؟ ايه اللي حصل؟ مش عارف ايه اللي حصل، انا مش فاهم اي حاجة. مالها دي؟ مش فاهمين ايه بس؟ بنات وبنات ومحن البنات بقى ودلع البنات، هنبتديها اهو. كلام من ده. ايه ده بالسرعة دي؟ لا بس مش للدرجة دي يعني. انت كمان انت مش سامع اللي هو قال ايه؟ دي مهمة سرية وخطيرة، وبالمنظر ده احنا كده احتمال كلنا نروح في 60 داهية. بقول لك ايه يا ادهم، حازم اصلا معاه حق، احنا مش هينفع نشتغل معاهم. بس نعملها ازاي واحنا ملزومين ان احنا نشتغل معاهم ونكون فريق كمان؟ وكمان ده ما يمنعش ان رد فعل وسام كان طبيعي، انت زودتها، لان فعلا المكتب ضيق ومش هيكفينا. بس مين قال ان احنا هنشتغل معاهم اصلا؟ امال ايه؟ هو انت ما سمعتش اللواء لما قال اننا بقينا فريق واحد وهنشتغل مع بعض؟ لا، لحظة واحدة كده يا زين، هو انت قلت ان احنا زودناها؟ ناقص تقول ان احنا لازم نروح نعتذر يعني؟ ما ده اللي ناقص بقى فعلا، ده انت اللي زودتها يا زين. بس بقى انت وهو اسمعوني، احنا هنشتغل معاهم بس من قدامهم، لكن من وراهم هنمشي المهمة بخططنا احنا اللي هما ما يعرفوش عنها حاجة. يعني هما مفكرين ان احنا بنشتغل معاهم، لكن احنا العكس، احنا بنشتغل ضدهم ومن وراهم. يعني هما مجرد اتنين في المهمة ملهمش اي لازمة، وعشان ما نلفتش نظرهم لازم نروح نعتذر. نعم، نروح نعتذر ايه؟ ده انا ما اعتذرتش لاختي الصغيرة خالص، اعتذر لهم ازاي؟ معلش، للضرورة احكام، هنعمل ايه؟ وسام كانت في المكتب التاني، كانت بتعيط ونور كانت بتحاول تهديها. وسام تنفجر وتقول: هو ازاي يكلمني كده بس؟ هو مفكر نفسه مين عشان يتعدى حدوده معايا ويكلمني بالطريقة دي؟ ما تضايقيش نفسك يا حبيبتي، هما كلهم كده، بس برضو المفروض يتكلم باحترام، ده شخص ما شافش بربع جنيه تربية نهائي. ولا تزعلي نفسك. بصي، ما تنسيش ان احنا هنشتغل لوحدنا، لكن قدامهم احنا شغالين معاهم. يعني يا وسام هنسمع من هنا ونطلع من هنا. ايوه ايوه، صح معاكي حق. طب يلا بقى يا وسام، علشان ما يقولوش علينا شغل بنات والمحن والكلام اللي انت عارفاه ده، يلا نخش لهم. ايوه معاكي حق، واضح ان احنا هنتعب قوي في المهمة دي يا نور. باين لها كده. انا هروح المكتب. دخلت وسام ونور. في ايه؟ في حاجة حصلت ولا ايه؟ مالكم؟ ابدا يا فندم مفيش حاجة، احنا جايين بس عشان ناخد اذن. اذن؟ اذن ايه بس يا نور؟ تلحقته؟ اصلا انا تعبانة شوية ومش هقدر اروح لوحدي، وحضرتك عارف ان نور هي اللي بتوصلني يعني. مالك يا وسام يا بنتي؟ فيكي حاجة؟ محتاجة تروحي للدكتور؟ شكرا يا فندم، انا بس محتاجة اروح، ولو حضرتك مش موافق يعني. لا لا لا، روحي روحي يا وسام يا بنتي، وخلي بالك على نفسك، احنا محتاجينك في المهمة دي يا وسام. انت عارفة ان انت ليكي دور هنا اهو، كعنصر اساسي لسرعة البديهة عندك في الالكترونيات. ما هي وسام بتحب تشتغل جدا في الالكترونيات، وبتحب تشتغل في حاجات الهاك، يعني هاكر، تقدر تهكر اي حاجة. عشان كده لما بيبقوا محتاجين يفتحوا اي خزنة بيندهوا سام. لكن نور، نور احسن نشان، بتعرف تنشن وعمر ما هدفها خاب، عشان كده بيسموها القناص، وهي على طول موجودة في الخدمة، كده طبعا بجانب شغلهم الأساسي في المديرية. وسام قالت: تمام يا فندم، شكرا على ثقتك الغالية دي، وإن شاء الله أكون قد المسؤولية. خرجوا وسام ونور من المكتب، واللواء سليمان داس على الزرار واتصل بأوضة الشباب: لو خلصتوا شغلكم تقدروا تروحوا. ازاي بس يا فندم؟ ومش النهاردة أول يوم نشتغل ونخطط للمهمة بتاعتنا؟ ما هو نور ووسام خدوا إذن عشان وسام تعبانة، فمن بكرة هتشتغلوا عليها مع بعضيكم. ماشي تمام يا فندم تمام. ايه في ايه يا ادهم؟ انا مش فاهم حاجة ولا حاجة. الهوانم خدوا اذن وروحوا، واللواء بيقول لو خلصنا ممكن نقدر نروح وناخد بقية اليوم اجازة. نعم، روحوا بدري كده؟ ده احنا لسه 3:30 العصر اهو. بدأنا محن سهوكة البنات، نعمل ايه؟
طب يا جماعة احنا اصلا مخلصين شغلنا، نقدر نشيك عليه علشان نروح بقى بعد اذنكم. وبعد شوية خلصوا الشباب وخرجوا من المكتب، وخرجوا مع بعض طبعا. وبالليل روح حازم على بيته وهو كل تفكيره ان هل بجد البنات روحوا بدري كده علشان الموقف البسيط اللي حصل ما بينهم، ولا هي وسام فعلا تعبانة. روح حازم بيته وطلع على اوضته، وكان البيت هادي والدنيا ضلمة، بس لقى مامته في انتظاره. كنت فين يا حازم لغاية الساعة 12:30 بالليل؟ كان عندي شغل يا ماما. في ايه؟ ويا ترى ايه الشغل اللي يخليك تتأخر لنص الليل يا حازم؟ ولا حاجة، الرقاصة خلصت الشغل متأخر بس. هيكون ايه يا ماما؟ انا مقدم في الشرطة وكمان عندي مهم. كان هيقع حازم بلسانه وهيقول على المهمة السرية. وغير كده ايه يا حازم؟ في ايه؟ مخبي ايه؟ ولا حاجة يا ماما، هخبي ايه؟ القضايا والشغل والضغط اللي عليا. في ايه؟ ما تكلمني عدل. انت بتتكلم كده ليه؟ وكمان لما أنا قلت لك سيب الشغل ده وامسك الشركه مع ابوك. يو يا ماما خلاص انا مبسوط كده ومش عايز امسك الشركه مع ابويا. يا ابني افهمني، الشركه امان اكتر من شغلك في المديريه دي، بتدخل فلوس كتير قوي اكتر من شغلك ده. يا ماما الموضوع ملهوش علاقه بالفلوس، انا مرتاح وفرحان بشغلي ده جدا، ما تقلقيش بقى. طب وبعدين ابوك كبر، مين هيمسك الشركه من بعده؟ ينفع اللي انت بتعمله ده؟ ابوك كبر. مين ده اللي كبر يا ست انتي؟ ما تتكلمي عن نفسك. يوه يا سالم، هو انت على طول كده بتهزر؟ بدل ما تهزر عقل ابنك يا اخوي. يا ستي ما تسيبي الواد. يا سيادة المقدم، دلوقتي تقدروا تشتغلوا على القضية براحتكم، لان انا والرائد نور قررنا ان احنا هنقعد في المكتب اللي جنبيكم. ويا ريت يا ريت لو احتجتم اي حاجة تبلغونا عشان نتشارك مع بعض في القضية اللي اللواء قال لنا عليها. بعد اذنكم هروح المكتب التاني. ازاي يعني اللي حضرتك بتقوليه ده؟ احنا المفروض نكون قاعدين في مكتب واحد، لاننا هنبقى فريق واحد هنشتغل مع بعض. تمام حضرتك، يعني احنا المفروض فريق، يعني نقعد في مكان كبير يسعنا كلنا عشان نعرف نشتغل مع بعض. وحضراتكم مش موافقين، فبراحتك. تحب حضرتك تخسر القضية وتبقى اول نقطة سودة تتحط في ملفك، فتمام، براحتكم قوي. وسام بصت لنور، لاني فهمت ان نور بتجيب حق وسام ومن اللي عملوه فيها امبارح. فنور غمزت لوسام، فضحكوا هما الاتنين واخفوا الضحكة بسرعة قبل ما حد ياخد باله. فتمام بقى يا ست الرؤت، حضرتك حابب ان انت تفشلوا في القضية وبراحتكم. احنا عن نفسنا هننفذ كلام اللواء وننقل في مكتب اوسع. تمام، واحنا اصلا مستنيينكم، اتفضلوا. خرج ادهم ووراه زين وراحوا للمكتب الاوسع. انسة وسام، بالنسبة للي حصل امبارح فانا يا سيادة المقدم خلاص، انا ما بحبش اتكلم في كلام امبارح. وخرجت وسام ونور وسابوه في الاوضه لوحده. وبعد نص ساعه كان المكتب الاوسع جهز. انا عاوز اعرف بعد اذنكم ايه المعلومات اللي في ايدينا. المعلومات اللي في ايدينا هي المعلومات اللي قالها اللواء بس. والمفروض بقى نعمل ايه بالمعلومات البسيطه دي؟ نروح البيت ونقعد ننقي رز جنب اهالينا. والله الكلام ما كانش موجه ليكي يا ست الرائد، احنا كلنا هنا بنفكر مع بعضينا وبنفكر بصوت عالي. والله برافو عليكم، نقيتوا اكتر وقت مناسب عشان تتنقروا فيه مع بعض. انا مش بتنقر، المناقره دي لشغل العيال وبس. قصدك ايه يا سياده المقدم؟ هو انا لوحدي اللي كنت بتنقر ولا ايه يعني؟ يوه، اهو بدأنا حساسيه من اولها. والله احنا كده بقى مش هنعرف نشتغل مع بعض طول ما احنا مش طايقين بعض. في ايه؟ هو انتوا بتتلككوا عشان ما تشتغلوش ولا ايه؟ والله انا شايف ان دي اكيد خطة منكم عشان تروحوا تقولوا للواء سليمان اننا مش عايزين نشتغل وتاخدوا انتوا بقى القضية. ده اتهام وانا ما اقبلوش يا سيادة المقدم، ابدا ابدا. فعلا انا مش هقعد دقيقة واحدة اشتغل بالمنظر ده، كفاية كده. وقامت نور وجمعت حاجتها هي ووسام وخرجوا بره المكتب. شفتي خلعنا منهم ازاي يا وسام؟ طبعا، ما تنسيش بس فضل عليكي، لولا اني استفزت ادهم ما كناش هنمشي النهارده. ماشي يا ستي، كده نروح البيت بقى ناكل ونفكر بروقان. كل ده والتلات شباب قاعدين باصين لبعضيهم ومش فاهمين ايه اللي حصل اصلا. هو انا وانا مستغرب من اللي حصل، بس مش شايف ان هو وحش يعني، صح ولا ايه؟ بعيدا عن الطريقه اللي كلمونا بيها، انا شايف ان كده افضل عشان نشتغل على القضيه براحتنا وبمزاج. طب اقوم بقى انا اشوف اللي ورايا.
ايه تقومي فين يا نور؟ معلش يا ماما بقى، عشان عندي شغل. يعني هو الشغل هيطير يا نور؟ خليكي شوية معانا. معلش يا بابا، اصل اكل العيش مر، وانا بقى بجري على غلابة كتير. ما تنسيش تسلميلي على الموكوس جوزك. هي ماشي يا ظريف. وبعدين معاكوا بقى، وانتوا كل مرة تقلبوا الجد هزار كده؟ طب بعد اذنكوا بقى، انا هخطف وسام عشان عندنا شغل. بعد اذنكوا. اه يا جماعة معلش، بعد اذنكوا طالعة. عاجبك كده يا عبد الله؟ شفت بنتك والمديرية اللي خدناها منها؟ جرى ايه يا ماما؟ هو ده مش شغلها؟ ولازم تستحملوها، هي بتشوف شغلها برضه. انا مش عارف انتوا قلقانين عليها وخايفين من ايه دايما. بنتكوا ب100 راجل، ما تخافوش بقى. وبعدين بقى اي حاجه هتعملوها مش هتجيب نتيجه، بنتكوا عنيده. عندك حق يا ابني، والله عنيده قوي. بص انا عاجبني ان احنا بنشتغل مع بعضينا كده اهو في السر، بس مش كل مره هنشتغل بالليل مع بعض. هيبقى عندي لازم نيجي عندك بعد اذنك يعني. صح، العمليه سريه، ومش المفروض نفضل نشتغل عندك كل مرة. بس ايه تسمحي لي وبعد اذنك، انت محتاجة تستأذني يا نور؟ ده بيتك يا حبيبتي، معلش. او ممكن في المكان بتاعنا. طبعا. بس يلا بقى نرتب افكارنا ونلم اللي ورانا عشان نعرف نخطط. اكيد طبعا. والله انا لاحظت ان في شوية جرايم كده محدش عارف مين اللي بيعملها. وانا برضو في مستشفى متبلغ عنها كذا مرة ان في حالات اختفاء فيها. خلاص، انا هبص في الجرايم المستخبية دي وانتي شوفي حوار المستشفى. تمام يا ستي. وفي بيت بيطل على البحر بعيد عن دوشة المدينة، بيت مأجرينه الشباب وقاعدين فيه. ها، هنعمل ايه يا شباب؟ هناكل عشان انا جعان. والله كنت حاسس ان انت جعان، عشان كده طلبت الاكل وزمانه جاي. لا يا عم، انا عاوز انقي اكلي بقى بنفسي. وانا كمان اطلب اللي على مزاجك. جرى ايه يا عم انت وهو؟ هو مش هنشتغل بقى على المهمة دي ولا في ايه مالكو؟ افوش قوي ادهم ده، صح يا زين؟ ايه يا عم ادهم، بنهزر معاك، في ايه مالك؟ انا اصلا لسه واكل، يلا عشان نشتغل يا بابا. طيب، بالنسبه للجرايم والقضايا اللي جات لنا، انتوا لاحظتوا اي حاجه غريبه الفتره اللي فاتت؟ اه انا لاحظت. قول، قول بسرعه. بقت غريبه كده شويه. غريبه ازاي؟ فهمني. يعني بقت مملة كده، مفيش إثارة زي زمان. زمان كانت تيجي القضية كده فيها شغل يا عم، وندور ونبحث. ده أنا ما صدقت جات لنا مهمة فيها معلومات مختفية. معك حق والله، الجو بقى ممل قوي. ولا أنت إيه رأيك يا أدهم؟ صبرني يا رب. يا ابني انت وهو حرام عليكم، عاوزين حبة جد شوية. هتشلوني. طب ما أنا جد أهو. المقصود بمملة إن القضايا مخدرات، كلها مخدرات كده. حلو ده، هتحقق انت بقى معاهم. وكمان في فيلا صاحبها بلغ ان الفيلا اللي جنبيهم صاحبها تصرفاته غريبة قوي، حتى نحاول نتكلم معاه. ثواني، دي مش قضية، ده استعباط. ايه الغريب في كده؟ افرض الراجل صاحب الفيلا التانية مش عايز يتكلم معاه، انت بتهرج معايا يا حازم؟ يا ابن الناس الكويسين، اسمع بقية كلامي. في يوم الراجل ده سمع صوت صريخ، فراح يبص من شباك الفيلا، لقى صاحب الفيلا اللي جنبيه لابس قناع وكان بيجري ولا ولد في الجنينة وعاوز يقتله، والولد هرب. مع احترامي للكلام ده كله، مفيش دليل ان دي قضية اساسا. ادينا بنحاول، بس لازم نفتح القضية دي نشوف فيها ايه. تمام، انا شايف ان احنا ما ينفعش كل حاجة نحقق فيها لوحدينا. يعني ايه؟ يعني انت تقصد ان احنا ندخل البنات معانا؟ يعني ده رأيي. طب خليهولك بقى. ولا ايه يا عم ادهم؟ ما تشوف يا عم زين بيقول ايه. ايه ده؟ معاك حق يا حازم، بس احنا مش هنقول لهم عشان مش عايزينهم يشتغلوا معانا، لا. احنا عشان مفيش خطر يحصل لهم من خلالنا يعني، وخصوصا شكلهم متهورين. يا جماعة فهموني، انا اقصد ان احنا هنحتاجهم. بص انا هفكر في الحوار ده. لا انتوا اتهبلتوا، الموضوع مفهوش تفكير اصلا يا عم ادهم. لا فيه. وبصراحة لما فكرت شوية لقيتهم ان هم ممكن يفيدونا. ايه ده؟ مين اللي بيتكلم؟ ادهم رجع في كلامه؟ مش ده كلامك؟ بقول لكم ايه بقى، احنا هنحط خطة كويسة ونحتاجناهم في الخطة هنبقى نقول لهم. الجرس بيرن، ده اكيد الاكل. انا هقوم افتح. حلو قوي الكلام ده. احنا كده يعتبر خلصنا الخطة بتاعتنا. صحيح، في حاجة مهمة عايزة اقولك عليها قبل ما انسى. قولي يا جلبت المصايب، يا مهر وحبله سايب. لا دي من عندي بقى. قولي خلاص. ماشي يا ستي. كان في قضية غريبة قوي في المديرية بس اتقفلت، حبيت اقولك عليها. انا معرفش تفاصيل، بس هو كان راجل مبلغ عن صاحب الفيلا اللي جنبيه ان فيها حاجات غريبة.
انا كنت سمعت حاجه زي كده. تعرفيش هي فين الفيلا دي؟ يا بنتي بقولك ما اعرفش اي حاجه عنها. طيب احنا لازم نجيب ملف القضيه دي. سيبي الموضوع ده عليا انا وانا هجيبهولك بكره. هنحط الخطه بتاعتنا، بس انا لازم افتح الملف بتاع القضيه دي واقرب تركيز كده. انا هعرف اجيبهولكوا، ما تشيلوش هم الموضوع ده. هجيب لكم الملف بكره. تمام. وبعدها هنتقابل هنا بره المديريه عشان نعرف ننفذ الخطه بتاعتنا. تمام. دلوقتي بقى هنعمل ايه وهنقول ايه بكره؟ هنقول ان احنا ما لقيناش حاجه، مش هنقول لهم على اي حاجه. تمام، حلو قوي. اهو نعرف نشتغل براحتنا. بصوا احنا هنسالهم وهنشوف هيقولوا ايه، وهنقول لهم ما لقيناش حاجه نحقق فيها. ايوه بقى، كان فين الشغل ده من زمان؟ ايه الروايح الاكل اللي تجنن دي؟ يا سلام يا ست ماما، تسلم ايدك يا نبع الحنان كله يا سوسو انتي. بالهنا والشفا يا بكاشة هانم. يلا كلي. يا حلو صبح يا حلو طل. يا حلو صبح نهارنا فل. صباح الخير يا حاج. عامل ايه؟ صباح الخير يا حضرة الضابط المجنونة. والله ما عارف، انتي ظابط انتي ظابط. عارفة، انتي اخرك صبي في قهوة، وانت اخرك تمسح طرقات المستشفى، مش دكتور. طب كلي بقى وانتي ساكتة. اوف، في منتصف الجبهة دي يا نور جدعة. طب كلي بقى انت كمان وانتي ساكتة. اوف، بنات اخر زمن. صحيح، ايه ده؟ سمعناك على فكرة. والله ما قلت حاجة، ده انا كنت بقول البنات امارات في زمانهم. معلش يا امي، انتي عارفة يعني مش هينفع افطر معاكي. ساعات بيبقى عندي شغل كتير وساعات ما بيبقاش عندي شغل خالص، فانا وحظي والفترة دي انا مضغوط في الشغل، فسامحيني. مش عارفة اذا كده ابوك لواء، يعني تقدر تدخل وتخرج زي ما انت عاوز ومحدش اصلا هيقولك حاجة. ماما انت عارفة ان انا ما بعتمدش على بابا في حاجة، وان احنا مش بندخل كلية الشرطة بالواسطة، واللي بيعمل كده بيبقى عيل، وعيل قوي كمان، ومش معتمد على نفسه. ما تجيبيش السيرة دي تاني يا امي بعد اذنك. ماشي يا ادهم، بس حاول تتغدى معانا ولو مرة. اعتبرني يا عم تعبانة هموت، تعالى اقعد معانا شوية. بعد الشر عليك يا امي. بصي، هحاول، ولو معرفتش مش هتأخر عليكي. اتفقنا؟ اتفقنا يا عم ادهم. ربنا يهديك. يلا يا ايه بقى، يلا يا ايه اتأخرت. طب اقول لك ايه، ما هو مش كل يوم جو المال والبنون ده، وانا ما ينوبنيش من الحب جانب. انا لازم اخد جرعة حنان يا ناس، حرام عليكم. والانسان محتاج 8 احضان في اليوم، يعني زي 8 كوبايات ميه كبار كده. يا ساتر عليكم، ليه بتعملوا فيا كده؟ ليه؟ مفيش حنان خالص. طب يلا يا ايه دلوقتي، ولما نرجع بالليل نشوف جو المسلسلات والافلام بتاعتك دي حوار الحنان بتاعك ده. ماشي. يلا يا دومي. هو انا كام مره قلتلك ما تقوليش الاسم ده؟ ها؟ مره. خلاص خلاص يا عم، انت هتاكلني زلة لسان يا جدع. في ايه؟ جدع؟ بقيتي بنت انتي؟ في بنت تقول جدع؟ والله انا حاسه انك اخويا مش اختي. تشكر يا ذوق. على العموم انا مش هرد عليك، عشان مامي وبابي بس علموني ما ردش على حد اكبر مني. يلا بقى كفايه كلام كتير. هو انت كل يوم هتاخرني كده على شغلي؟ يلا هترفد. مع السلامه يا نبع الحنان، مع السلامه. هو حضرتك كنت بتكلمي مين يا ماما؟ على الصبح كده؟ وانت هتحقق معايا يعني ولا ايه؟ لا طبعا، بس حضرتك قفلت الخط اول ما لقيتيني جايه عليكي. طيب على العموم انا كنت بكلم المحامي علشان يجهز اوراق استقالتك من الشرطة علشان تمسك الشركة مكان ابوك، واتكلمت مع المحامي ووصيته بكل الاجراءات اللي هيعملها. كده اتضح لك كل حاجة ولا لسه؟ وانا قلت لا يا امي، يعني لا، مش همسك انا مكان ابويا ومش هسيب الشرطة اصلا. مين قالك تعملي كده؟ هو انت بتعلي صوتك عليا؟ لا وكمان بتزعق لي؟ والله عال، بس هقول لك ايه، ما انت تربية ابوك. استنى بس انت يا حازم، ما تردش. التزمي حدودك واعرفي انت بتتكلمي عن مين ومع مين. سالم الدمنهوري وعن ابنه اللي لما حد يفكر بس يتكلم عنه وحش اكون مسحه من على وش الارض. ثم ان لسه ما متش عشان تقولي مين اللي يمسك مكاني ومين اللي ما ياخدش حاجة. هو انا مت ولا ايه؟ سالم،
اعرف ان شريكة زي زيك بل اكتر منك كمان، يبقى انا اللي اقرر مين اللي يدير الشركة ومين اللي ما يديرهاش. طيب وانا مش عاوز الشراكة اللي ما بيننا دي، واول ما اروح الشركة هنلغي الشراكة كده، تمام؟ وبرضاكي او غصب عنك هنلغي الشراكة دي. يا هلا هانم، مش هتقدر يا سالم، ويبقى وريني عرض كتافك. اه صحيح، انا مش هرجع النهاردة قبل الساعة 9 بالليل، عندي مشاوير مع صحباتي، شوية شوبينج، ويلا عشان انتوا معطليني. سلام، او من غير سلام، مش عاوزة منكم حاجة. يلا، عكرتوا دمي. اوف. مشيت هالة بعد ما حست بكلام سالم بانه سخرية، ركبت عربيتها وراحت مشاورها، وفضل سالم واقف مكانه ما بيتحركش وبيفكر، هي دي هالة اللي هو كان متجوزها؟ هي دي هالة اللي كانت كويسة معاه وكانت زي الملاك؟ بيقول جوه نفسه، هو انا ازاي كنت مخدوع فيكي كده يا هالة؟ ازاي كنتي ملاك وانت جواكي شيطان؟ ازاي؟ ايه الطمع ده كله؟ بابا، بابا، انت كويس يا بابا؟ اه يا حازم، انا كويس، ما تقلقش، كله تمام. طب انا هطلع يا بابا اجيب التليفون بتاعي عشان نسيته فوق، وهروح على الشغل عشان اتاخرت. عايز حاجه مني؟ لا يا حبيبي، روح انت شغلك، مع السلامه. دي لحازم عشان يجيب التليفون بتاعه، بس سمع صوت عياط جاي من اوضه اخته ندى، فقرر ان هو يخبط عليها، وفتح الباب ودخل. ندى مسحت دموعها وعملت نفسها كانها ما بتعيطش، بس كان باين عليها جدا. وقعد جنبها حازم ومسح دموعها وقال لها، فيكي ايه يا ندى؟ بتعيطي ليه كده؟ ما كنتش بعيط ولا حاجه، حاجه دخلت في عيني بس. وهو اللي حاجه دخلت في عينه يخليه يعيط كل ده؟ ما تقولي لي يا بنتي فيكي ايه؟ ايه ده؟ مالك يا ندى بتعيطي ليه كده؟ ما تقلقنيش، انا تعبت قوي يا حازم، مش قادره، لا. هو في حد بس زعلك؟ طب حد عملك حاجه؟ ما تتكلمي يا بنتي. ماما يا حازم، ماما ما بتسألش عننا خالص، ولا احنا بالنسبه لها حاجه، عايشه براحتها وبأنانيه. ليه كده؟ عيب يا ندى تتكلمي عن ماما كده. في ايه مالك؟ ده مش عيب، العيب اللي هي بتعمله طول الوقت شوبينج وخروجات وفسح مع اصحابها، ولا حتى بتسأل علينا. احنا فين يا حازم؟ انا وانت وبابا. يا ريت كانت تقعد معايا، كانت زمان بتقعد معايا شويه يا دوبك تطمن عليا، تشوفني كلت ولا لا، والباقي الدادا بتعمله. لكن دلوقتي ما بشوفهاش خالص يا حازم، ولا بيقولوا عليها تسأل علينا. اهدي يا قلبي، اهدي بس عشان خاطري انا. وانا مش مكفيكي ولا ايه؟ مش كنت زمان برضو انت بابا واخويا واختي وماما؟ لما كبرتي بقى اتغيرت وما بقتش انا عاجب ولا ايه يا ست ندى؟ زمان كنت اعجب ودلوقتي لا؟ ماشي. لا ما اتغيرتش يا حازم، انت ما زلت كل حاجه في حياتي، ربنا يخليك ليا يا رب. دي في حياتي على طول، انت وبابا، ربنا يخليكوا ليا بجد. طب كفايه بقى جو المحن ده، عشان انت عارفه بيجيب لي حساسيه. كفايه. المفروض ان انا اللي اقطع اللقطات السعيده دي، مش انت. بس ماشي يا عم، يلا بقى عشان توصلني الجامعه بتاعتي، عشان الحق محاضراتي متاخره عليها. الحبتين دول بقى عشان اوصلك الجامعه. يا بنت اللذينه. ماشي يا ستي، امشي قدامي يا اخرة صبري، يلا عشان ما تاخرش، امشي. طب ما تزقش خير. هو احنا النهارده هنشتغل على القضيه ان شاء الله؟ ان شاء الله، بس لما يبقى الكل يجي ونبقى نبدأ. يا ساتر بارد. بتقولي ايه؟ ما سمعتكيش. ضحكة نور، ضحكة صفرة. صباح النور. خير يا فندم، اقدر اساعد حضرتك بحاجة؟ والله من ناحية هتساعدني فانت هتساعدني قوي، بس قولي الاول اسمك ايه؟ اسمي صابر يا فندم. تمام يا صابر. بص انا كنت عاوز اسأل على قضية، يعني كانت اتقفلت من شهر شهرين، على الراجل جه بلغ عن فيلا اللي جنبه فيها اعمال كده. ايوه صح، اللي اتقفلت من شهرين كده. ثواني يا استاذة واجيب لك الملف. تقريبا هو ده. هو ده يا استاذة، بص عليه كده. ايوه هو ده. شكرا جدا يا عم صابر. وثانية واحدة، لو حد قالك على الملف ما تقولوش ان انا خدته. بس مين قال لحضرتك ان انا هديهولك اصلا؟ نعم، انت بتهرج معايا يا عم صابر؟ عنك يا فندم الملف، اصل انا كده هتضر في شغلي. دي قضية خلاص اتقفلت، انا ادي لحضرتك الملف ليه؟ مش معقول اطرد من اول يوم كده.
طب قول لي مين اللي كان شغال مكانك هنا؟ ما اعرفش والله، انا لسه جاي هنا، مش معقوله اطرد من اول يوم. مالك بتتكلم كده ليه؟ انت تقوم تقف وانت بتكلمني ليه يعني؟ كنت مين عشان اقفلك؟ انا الرائد وسام يوسف المحمدي، ما تعرفنيش؟ اعذريني اعذريني يا ست الرائد، انا بس ما كنتش اعرف، حقك عليا. بص انا اعتبرك ما قلتش حاجه، هات الملف اللي في ايدك ده، هات الملف بقولك. انا اسف، اتفضلي حضرتك خدي الملف، حقك عليا. بصلي واحفظ شكلي عشان هحتاجك كتير الفتره الجايه يا عم صابر، سامعني؟ وزي ما قلت لك حاضر، محدش يعرف ان انت خدتي الملف. عارف لو حد عرف انا هعمل فيك ايه؟ عارف محدش هيعرف يا سيادة الرائد وسام يوسف المحمدي ان انت اللي خدتي الملف. هو ده اللي محدش هيعرف؟ ده انت ناقص تجيب ميكروفون. ايه معلي صوتك كده ليه؟ في ايه؟ انا اسف يا سيادة الرائد وسام، ما كانش قصدي. تاني تاني، اسكت خلاص اسكت. زي ما بقولك ايه، روح انت المكتب وانا هروح ادور على الملف واجي وراك. امم ماشي، بس ما تتأخرش في السريع بقى. مشي زين وراح على المكتب مع حازم، فدخل الممر اللي هيوديه على الأوضة اللي بيتخزن فيها الملفات. وهو ماشي خبط في وسام اللي كانت ماشية بسرعة، ما خدتش بالها. ايه مش تحاسب؟ في ايه؟ ايه ما تهدي، انت اصلا اللي غلطانة، انت اللي كنت ماشية بسرعة مش انا. صعب عليك تقول اسف صح؟ لا وكمان ايه، انا اللي غلطانة. ماشي، ايوه انت اللي غلطانه. وكمان هو انت كنت بتعملي ايه؟ المكتب ورا، انت كنت هنا بتعملي ايه بالظبط؟ انا كنت في الحمام، هكون فين؟ بس على اساس المكتب ورا، حضرتك برضو رايح فين يا سيادة الرائد؟ انا كمان رايح الحمام، في حاجه؟ نور سابت حازم ودخلت المكتب وغمزت لنور وضحكوا هما الاتنين، واخفوا الضحك بسرعه قبل ما حد ياخد باله. دقايق وداخل حازم وهو متضايق أوي ومتعصب، وهو بيقول يا دي الحظ المنيل بستين نيلة. ايه، لقيت الحمام مقفول ولا ايه؟ حازم ما كانش واخد باله من البنات، وسام ضحكت بسخرية عليه. طب ممكن بقى طالما كلنا مجتمعين نشتغل على القضية شوية؟ حد فيكم لقى حاجة تفيدنا في القضية؟ لا، مفيش. طب الملفات بتاعت القواضي بتاعتكم ما لاحظتوش فيها اي حاجة غريبة تدلنا على اي حاجة؟ لا، ما لقيناش حاجة، ولا اي حاجة لفتت انتباهكم خالص؟ لا لا لا، ما فيش حاجة لاحظناها. هو ايه اللي لا وما فيش وما نعرفش؟ يعني نكدب يا ست الرائد ونقول لقينا واحنا ما لقيناش؟ ادهم بعد اذنك، انا عاوزك في كلمة بره بسرعة معلش. لو في حاجة متعلقة بالقضية يا ريت تقولها هنا اهو، خلينا كلنا نستفاد. حاجة خاصة خاصة. ايه يا حازم، لقيت حاجة في الملفات؟ عملت ايه؟ ما عملتش حاجة، ما لقيتش الملف اصلا. نعم، يعني ايه ما لقيتش الملف؟ طب هنعمل ايه بعدين؟ ده حصل ازاي وانت صاحب القضية اصلا؟ بص انا هقولك، انا بعد ما سبت زين ورايح للملفات، صباح الخير، انا كنت جاي اسال على ملف القضيه اتقفل من شهرين كده. عن قضيه ايه يا فندم؟ عن الراجل اللي بلغ عن الفيلا اللي جنبه بيحصل فيها اعمال وحاجات غريبه، انا ناسي اسمه بس مش متذكره. القضيه من شهرين بالظبط. ايوه ايوه، الملف مش موجود. طب بقول لي في اي مكتب تاني وانا اروح اجيبه عادي، مفيش مشكله. ما تشيلش الهم، هدور انا عليه بنفسي. فقول لي عليه. ما هو حد اخده خلاص. نعم، القضية دي بتاعتي. يعني ايه حد اخده؟ والله ما كنت اعرف انها بتاعتك يا باشا، حد اخده خلاص. الموضوع بسيط اهو وانا هادي، قول لي مين اخده وانا هروح اخده منه. ما انا ما ينفعش اقول لك مين اللي اخده، معلش سامحني. الظاهر ان انت ما سمعتش انا قلت ايه، انا هقول لك تاني. انا صاحب القضية دي وانا ما اعرفش مين اللي خدها. لا، ما هو ده اسمه استهتار، اي حد يطلب منك حاجة تديها له كده من غير اسمه. ما هو من المديرية هنا، وبصراحة هو نبهني اني ما اقولش لحد. تمام، قول لي مين وانا اللي هتصرف معاه. ما هو ما ينفعش، ده شغلي برضو، ما اقدرش اقول لك. سامحني يا باشا، ما هو انا برضو من حقي اعرف مين اللي خد شغلي، اديني فرصة لغاية بالليل بس. ليه مادام انت عارف مين اللي اخده ما تقول لي دلوقتي؟ طب وبعدين، ما احنا لازم برضو نبص على تفاصيل القضية دي. ما قدامناش حل، هستنى بالليل عشان الزفت ده مرضيش يقول لي مين اللي اخده. المهم دلوقتي هنتغدى فين؟ مش هينفع ان انا اروح، فات الوقت، هنروح المطعم اللي احنا بنروح فيه. طب تمام، قشطة. انا ناسي تليفوني في المكتب، هروح اجيب التليفون وهحصلك على هناك على طول. ماشي. ادهم خرج بره
وراح اما حازم فكان راجع المكتب تاني، شاف وسام واقفه مع صابر فاستخبى ورا العمود. يا سياده الرائد، بعد اذنك. خير، في ايه يا عم صابر؟ عاوز ايه؟ انا كنت عاوز اتكلم معاكي. صراحه انا عاوز الملف اللي اديتهولك. نعم، انا اخدته خلاص. انت اخدتيه قبل ما اعرف مين صاحب الملف. ايوه يعني، واستفدت ايه لما انت عرفت مين صاحب الملف؟ ولا حاجه، عاوز الملف عشان صاحبه عاوزه واديهوله. ومين بقى صاحب الملف ده؟ انا اسف مش هقدر اقولك، دي اسرار شغل، اعذريني يا ست الرائد. تمام خلاص، لما تبقى تقولي تبقى تاخد الملف. استني طيب، امر لله. صاحب الملف سيادة الرائد حازم. نعم. لا لا، وعارف لو نطقت بكلمة هعمل فيك ايه؟ أنا كده يا ست الرائد هتضر في شغلي. انا اديتك ملف مش بتاعك وهو بيدور عليه وعاوزه. اعمل ايه انا؟ عارف لو نطقت بكلمة ان انا اللي خدت الملف هعمل فيك ايه؟ اسكت خالص، ما تقولش لحد حاجة. يا فندم بقولك هتضر في شغلي، هو بيهددني. وهنا وسام شافت حازم وهو واقف ورا العمود وبيحاول يقرب منهم عشان يسمع اي حاجه، فغيرت كلامها بسرعه. القضيه اللي انا لسه مدياك الملف بتاعها واتقفلت خلاص، يعني ايه تتفتح تاني؟ يعني ايه؟ هنا صابر ما كانش فاهم في ايه وايه التحول الفجأة ده، بس لما شاف حازم ايوه اعمل ايه؟ تمام، روح انت وحسابك معايا بعدين. خرج حازم من ورا العمود وهو متضايق ومش عارف يعمل ايه ولا فاهم ايه اللي بيحصل. راح جاب تليفونه وخرج بره المديريه. عارف يا عم صابر، لو نطقت بكلمه وقلت لحد حاجه او انا اللي خدت الملف انا هعمل ايه بجد؟ طب قولي لي انت اعمل ايه؟ انا هعمل ايه؟ ده ممكن يعمل لي شاورما لو ما اديتلوش الملف بالليل زي ما انا قلت له. وانت مالك خايف منه كده ليه؟ ها، ما تنشف كده، ما تخافش منه عادي يعني. والله الكلام ده مش مع المقدم حازم، هيعمل لي شاورما بجد، هيزعلني قوي. انا عارف، ما تخافش يا عم، انا معاك ومش هخليك تخسر شغلك زي ما انت بتقول، تقلقش. ده ازاي بقى يا سياده الرائد؟ طب انا اقول له ايه لو سالني على الملف تاني؟ اقول لك انا، قول له قالت على الملف بطاطس وفلافل. ايه؟ فلافل او بطاطس عادي يعني، انا سايبه لك حريه الاختيار. يلا بقى، انت عطلت عندك انت وهي، رايحين فين كده؟ مش عندنا اجتماع للمهمه اللي لازم ندور على اي خيط ليها؟ والله احنا مش لاقيين ولا خيط ولا غيره، لو لقيتوا حاجه ابقوا بلغونا. معلش بعد اذنكم، انا لازم امشي دلوقتي. وسام استأذنت ومشيت، ونور لاحظت ان حازم بيبص على وسام ولسه هياخد خطوه يمشي وراها، فقالت له سياده الرائد حازم، معلش كنت عاوزه اسالك سؤال. نعم اتفضلي. هو حضرتك هتشتغل معانا في القضيه دي؟ لا، هروح ارقص لاتيني، وما طبعا هشتغل. في حاجه غير كده؟ اصل سمعت كلام كده وكنت عاوزه اتاكد من صحته. كلام ايه؟ انا مش فاهمك. ان انت كنت عاوز تفتح قضية إيه كانت اتقفلت. الله، وانت عرفتي منين؟ سمعتك وانت بتتكلم مع الموظف المسؤول عن الملفات اللي اتقفلت. تمام، وانت بتتصنتي عليا؟ بس هو احنا هنرغي هنا كتير؟ يلا كل واحد في طريقه. بعد اذنك. دخلوا الشباب على المكتب ونور لسه هتتحرك لقت وسام جت فوقفتها بسرعة. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت مش كنتي ماشية؟ ايه اللي رجعك؟ انت مسطولة يا بنتي، اقفي بس عندك هنا. في ايه يا نور؟ انا نسيت ازازه الميه جوه وكنت جايه اخدها. ما تخشيش يا وسام طبعا، روحي اشتري ازازه غيرها. ليه؟ في ايه بس؟ انا مش فاهماكي. قطعهم صوت جامده خارجه من المكتب للثلاث شباب. تعالوا نرجع فلاش باك كده لورا. بعد استراحه الغدا كانوا قاعدين لوحديهم في المكتب. بقولك ايه، هم الشباب لسه ما رجعوش، اتاخروا قوي، بطء بجد. يا شيخة أحسن، دول أصلا ما بينزلوليش من زور كده، أعوذ بالله. قامت نور وقفت وبضحكة خبيثة فهمتها وسام. نور حست إن المكان خالي قوي ولازم تنتهز الفرصة وتعمل حاجة. بقولك إيه رأيك يا بنتي يا وسام أخدلك حقك منهم؟ فهماكي، بس إزاي بقى؟ بصي يا ستي، انت عارفة دايما ان انا معايا حاجة حادة كده اعرف اقطع بيها اي حاجة. احنا نمسك الكراسي بتاعتهم دي ونخلع العجل، نقطعها يعني. ومكاتبنا هنعملها احنا كمان ولا ايه؟ ليه يعني هننتقم منهم ومننا؟ ازاي يعني يا وسام؟ لا احنا نبوظ لهم المكاتب وشوفي بقى يشتغلوا ازاي. يلا يا اختي بسرعة قبل ما يجوا وننكشف ونشوف اللي بيعملوا فيهم. نور قامت وعملت العجل بتاعة الثلاث كراسي بتوع الشباب. انا كده خلصت قشطة، يلا بقى بينا عشان احنا ورانا شغل، وخليهم هم يتعكوا بقى شوية. قومي يلا بينا. تمام قشطة، يلا انا كمان ورايا شغل، يلا نطلع مع بعضينا قبل ما يجوا.
اوف، انا كنت نسيت، يا نهار بنفسجي، وكنت داخله عليهم كده عادي. طب يلا بسرعه يا اختي، يا ام نهار ملون انا وانتي، نهرب انا وانتي بسرعه قبل ما شويه وننسى اسامينا. وسام خدت نور وطلعوا يجروا بعيد، وخرجوا بره المديريه في ثواني. اما جوه الاوضه كانوا الثلاث شباب قايمين من على الارض بينفضوا بين هدومهم، والكراسي اتكسرت، وكل واحد بيبص على التاني. غالبا في حد عمل حاجه في الكراسي دي. مين بس اللي يستجرأ يقرب من مكاتبنا اساسا؟ والله انا كنت فاكركوا اذكى من كده. مش عارف اصلا مين اللي هيقرب من المكاتب غيرهم. ها؟ ده انت قصدك نور وسام؟ معقولة؟ استحالة، دول يبقوا اصلا اعلنوا الحرب، ثم هم هيعملوا كده ليه اساسا؟ يعني مش فاهم. مش استحالة ولا حاجة، هم عملوا كده عشان البيه زعق في وسام فبياخدوا حقهم يعني. يا رب ارحمني، طب انا قلت ايه اصلا عشان ابقى زعقت؟ انا مش هفضل كده يعني اقول حاجة بسيطة تجرحها، ده ايه الشغلانة دي؟ يعني لو قلت حاجة تانية وجرحتها من غير ما اقصد هتعمل ايه؟ هتولع في المكتب ولا هتولع فيا؟ دي ايه الشغلانة الغريبة دي؟ يا عم ما انا قلت لك اعتذر اعتذر ونخلص. بصوا، على قد ما انا نفسي ان هم يطلعوا بره المهمة دي، على قد ما انا شايف ان احنا هنضحك ضحك عليهم وهنتسلى شوية تسلية لما هنقول يا بس. والله حاجة تضحك. واحنا من امتى يا عم ادهم بنضحك؟ ايه ده؟ لا اله الا الله، بنضحك في الشغل. يا بابا هو انت هتفضل غبي كده كتير؟ ما تفهمه يا عم زين، فهمه ده عشان اتضايقت خلاص. استحالة استحالة يا حازم غبائك ده، فهمه. بص يا حازم انا فهمك، ادهم قصده بهنتسلى دي ان احنا هنتعب البنات معانا، هنوريهم شغل الرجاله اللي بجد، وبكده هنضحك عليهم لان هم استحاله يعرفوا يعملوا اللي احنا اصلا بنعمله والتعب اللي احنا بنعمله. كمان هنطفشهم وهيستسلموا. فهمت بقى؟ بالظبط كده، انا هوريهم الشغل اللي بجد واخليهم يقولوا حقي برقبتي. ماشي يا عبقرينو زمانك انت وهو. هنعمل ده ازاي واحنا ماشيين بخطة لوحدنا ومخبيين عليهم كل حاجة؟ سؤال مهم. بصوا، عشان نشيل الشبهات عننا احنا لازم نديهم شوية معلومات هما كمان يشتغلوا عليها، ومن خلال المعلومات دي هنشغلهم، هديهم شوية شغل تقيل. هو انا مش فاهم حاجة، يعني انت كده هتشغلهم معانا ولا ايه حكايتك يا عم؟ لا 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 لا، كده كتير، انا عندي مرارة واحدة وشايلها كمان، حرام ارحمني. وانا على فكرة بدأت اتعصب، حد يفهمني طيب. يا ابني افهم، ادهم قصده هنديهم معلومات غلط. ايوه كده فهمت، طيب خلاص. المهم انت جبت الملف بتاع القضية اللي اتقفلت ولا لسه؟ لسه والله، الواد بتاع الملفات ده غبي قوي بجد يعني. هو برضو اللي غبي؟ يعني انا اعمل ايه يعني؟ يعني مش فاهم قصدك ايه. ونرجع فلاش باك لورا شوية، لما حازم قابل وسام وخبط فيها في طرقة الملفات. ايه، انا برضو اللي حاسب؟ انتي اللي ماشية بسرعة ومش شايفة قدامك وخبطتي فيا، وكمان انتي جاي من هنا منين؟ مش الأوضة برا؟ انا كنت في الحمام، هكون فين يعني؟ وكمان حضرتك المكتب ورا، ماشي هنا ليه؟ ها؟ انا كمان كنت رايح الحمام، عندك مشكلة؟ وسعي كده. اه، انا ازاي ما فكرتش في ده؟ لما كنت رايح اجيب الملف كانت وسام راجعة من نفس الأوضة من نفس الطريق وخبطت فيها. اه، انت قصدك تقول ان وسام ممكن تكون سبقتك ودخلت واخدت الملف، وان من الملف دلوقتي مع وسام؟ ده مش ممكن يا ادهم، ده اكيد يا ادهم، اكيد انا متأكد. طب ايه بس اللي مخليك متأكد كده؟ ممكن تكون غلطان. لا 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 لا، علشان انا شفتها واقفه مع الراجل بتاع الملفات بعدها وبتتكلم معاه، الراجل ده اللي قال لي اديني فرصه لغايه بالليل وهجيب لك الملف. انا مش فاهم حاجه. طب ما الراجل ده كان قالك ان وسام هي اللي اخدت الملف، طالما هي اللي اخدته هيسكت ليه يعني؟ لا ده مش حازم بس اللي غبي على كده، لا مش هو لوحده. صح صح يا سيدي، احنا كلنا خارجين من مستشفى المجانين يا عم حازم، حلو كده. المهم دلوقتي نفكر، سيبك بقى من غبي ومش غبي. اتفضل بقى يا عبقرينو، فكر كده وقول لي هنجيب الملف ازاي من وسام دلوقتي عشان هي مش راضيه تديه الراجل. طب الاول بس في واحد سقط مننا في نص الطريق، ففهمه علشان خاطر نعرف نفكر مع بعضينا ونجيب حل. تمام كده؟ ياه، تمام كده، ده انا انت تؤمر يا عم ادهم. بص يا عم زين، هي لو خدت الملف مش هتبقى عايزة حد يعرف عشان دي مهمة سرية وهي عايزة تحقق فيه لوحدها، فهم أكيد هددوا الراجل وخدوا الملف في سرية ومش عايزيننا نعرف إن الملف ده معاهم أصلا عشان التحقيق يبقى في صفهم والقضية تبقى شغالة في صفهم. فهمت؟ فهمت. هم كده بيعملوا زي ما احنا بنعمل بالظبط، صح كده؟
صح انا فاهم كده صح؟ عليك نور، بالظبط كده. المهم دلوقتي يا حازم، الملف ده انت لازم تجيبه من وسام، فاهمني؟ انا اصلا مش عارف هي خدته ازاي، انا النيلة صاحب القضية. والله انا جات لي فكرة، طالما الملف معاهم فاحنا كده لازم نراقبهم ونشوف تحركاتهم فين. طالما اصلا هم وصلوا للملف يبقى هم وصلوا لحاجات تانية احنا مش عارفينها. هم يخططوا ويفكروا واحنا نقبض. ايه ده ايه ده ايه ده، ايه الذكاء ده يا زين؟ حل عليك من امتى؟ ده احنا لازم نمسكك يا ابني نبخرك على كده. صح انا بقول برضو فكرة حلوة بتاعت زين قوي قوي. اه يا رب صبرني يا رب. ينفعش اللي انت بتقوله ده يا حازم، انت وزين خالص. ليه بقى فكرة حلوة؟ هو في ايه بقى اللي ما نفعهوش يا عم ادهم؟ هما مش بالبراءة اللي انتوا فاكرينها دي، بالعكس هما محاوطين جدا. ثم اننا اصلا ما نعرفش هل هم بيفكروا صح ولا لا. هنفضل قاعدين كده ونراقبهم ونشوف ايه ده هيعملوا ايه ومش هيعملوا ايه. وبعدين العمل يعني هنعمل ايه دلوقتي؟ انا مش فاهم حاجة. والله هنعمل زي ما زين قال لما كنا في الشاليه، هنحتاجهم في القضية دي للأسف يعني يا حازم. معلش هنشغلهم معانا، وانت يعني خليك لطيف كده معاهم يا عم حازم. انا مش عارف يا حازم مالك يعني، ما تهدى شوية، واخد الدنيا على اعصابك ليه؟ انا مش عارفه انتوا بتفكروا ازاي، يعني اعصر على نفسي ليمونه واصبر واشغلهم معايا وخلاص؟ ايه ده؟ معلش يا عم حازم، ابقى اعمل حسابي انا وزين في كوبايتين ليمون كده.